ولا زالت حنينة تتذكر. جاوبوني بصراحة، واش مازالين كتفكروا الليلة اللي كان الحي كامل كيعمر بالغناء والتعارج والفرحة غير حيت جات عاشورا؟ تعالوا، حنينة غادي ترجع بكم لهاد الليلة. واه، شحال من ريحة وشحال من صوت يكفي مر اسم عاشورا حتى ترجع بيا الذاكرة لزمان كان للفرحة فيها طعم آخر. أهلا بكم أحبائي، مرحبا بكم في حكايات من عبق الماضي مع حنينة. اليوم غادي نمشيو مع بعض نفتشو على عبق عاشورا ونعيشو لحظات ما زالت محفورة في القلب. كانت عاشورا مناسبة دينية عظيمة، لكن حنينة اليوم ما غاديش تهدر على الجانب الديني، لأن كل شي كيعرفو غادي تحكي لكم على داك العبق الجميل، على الفرحة البسيطة اللي كانت كتسكن الدروب والقلوب. من نهار يقرب عاشورا كانت البنات ما كيهضروش إلا على حاجة وحدة: واش شريتي طريجة، واش شريتي بندير. وكانت الأسواق عامرة بالألوان، تعارج صغيرة، بنادر ودعادع، كلها آلات تقليدية من الطين والجلد، ولكن بالنسبة للحنينة كانت كنوز حقيقية. كل بنت كانت كتختار طريجتها بكل فرح وتبقى تسنى الليل وكأنه عيد صغير. وملي كيهبط الليل كانت الحومة كلها كتفيق بالحياة، البنات كيجتمعوا مجموعات ويضربوا على الطعارج والبنادر ويغنيوا أغاني عاشورا ويدوروا من زنقة لزنقة وينادوا على صحاباتهم: أجي خرجي راه بدينا. وكان الآباء والأمهات كيعرفوا أن هذه ليلة استثنائية، فكيخليو البنات يفرحوا ويضحكوا وسط أجواء كلها أمان ومحبة. أما داخل الديور فحتى النساء كان عندهم موعد خاص مع عاشورا، كيطلعوا لسطح الدار ولا يجلسوا في وسط الدار، كل وحدة جيبة بنديرها ولا طريجتها ولا دعدوع ديالها، وتبدا الأغاني الشعبية والتصفيق والضحكات. وكان الليل كيدوز بسرعة حتى الواحد ما كيحش بالوقت، وحنينة مازال كتذكر. ما كانش غير صوت الطريجة اللي كيرن، كان صوت الجيران وصوت الضحكات وصوت القلوب وهي فرحانة. كانت الحومة كلها بحال إلا دار وحدة كبيرة، كل واحد كيعرف الآخر والكل كيتقاسم الفرحة بلا تكلف. لهذا كل ما جاءت عاشورا لا تتذكر حنينة فقط مناسبة من مناسبات السنة، بل تتذكر وجوها طيبة ولمات دافئة وأصوات ما زالت تعيش في الذاكرة وكأنها لم ترحل أبدا. ذلك هو عبق الماضي، ليس لأنه كان أغنى ولا لأنه كان أجمل في كل شيء، ولكن لأن الفرح كان يصنع من أشياء بسيطة ويتقاسم بين الجميع. وأنتم أشنو أكثر حاجة باقية في ذاكرتكم من عاشورا ديال زمان؟ حكيوها الحنينة في التعليقات باش نبقاو جميع كنحافظوا على هاد الذكريات الجميلة ونعيشوها من جديد. إلى لقاء قريب في حكاية جديدة من عبق الماضي مع حنينة.